ملف التقاعد النسبي يعود للواجهة. مقترح قانون متعلق بالتقاعد على طاولة المجلس الشعبي الوطني ينص على العودة لنظام التقاعد النسبي وتمكين العامل الذي استوفى 32 سنة خدمة من التقاعد دون شرط السن. أعدت هذا المقترح بعد تصحيحه وتنقيحه، وتم إيداعه على مستوى مكتب المبادرات في انتظار أن يأخذ المسار الطبيعي والعادي لأي قانون يقترح من طرف النواب، وهو مروره على مكتب المجلس، ثم على الحكومة لإبداء الرأي، ثم إعادة هذا المقترح إلى اللجنة صاحبة الاختصاص، فيدرس ويعدل ويتمم ويناقش داخل اللجنة، ثم إلى الجلسة العلنية لإثرائه وتعديله أيضا. مقترح القانون الذي أودعه النائب عن حركة مجتمع السلم يوسف عجيسة شدد على ضرورة الإسراع في الإفراج عن قائمة المهن الشاقة التي بقيت حبيسة الأدراج منذ سنوات، وهو ما حرم عديد العمال من حقوقهم. نصوص المراسيم التنظيمية التي تحدث عنها القانون 2016 جعلناها أيضا مادة في القانون، وهي الحديث عن المهن الشاقة. أيضا تكلمنا عن الاستفادة من لأهلنا في الجنوب الكبير ب5 سنوات، وكذلك لأهلنا في الجنوب ب3 سنوات. وأيضا تحدثنا عن أن كل من عمل أكثر من 32 سنة فله على كل سنة عملها 2.5% في تقاعده. دعوات العودة لنظام التقاعد النسبي تتزامن مع تصريح وزير العمل فيصل بن طالب في وقت سابق عن استحالة العودة للنظام في الوقت الحالي، وهو ما يجعل الآلاف من العمال في حالة ترقب.